سلام عليكم. حد شاف غريبة طعمة كده؟ طب حد شاف غريبة عسلية كده وصينية شيك وجميلة وغريبة مظبوطة ظبطة السنين، مقادير وصنعة وخطوات وتسوية ولا كلمة؟ شايفين الشياكة دي؟ تخيلي بقى الصينية الشيك دي بالغريبة اللي فيها شوكولاتة وفيها الغريبة الفاتحة وريحة السمنة طالعة منها ودايبة دوب. تخيلي الجمال ده كله يبقى على سفرتك في العيد، وكمان شكلناها بمنتهى السهولة، ما خدتش مننا وجع قلب، ولا تقولي زايدة سمنة ولا تقولي ناقصة دقيق ولا المشاكل دي كلها. امشي معايا بأمر الله خطوة بخطوة وهتطلعي غريبة تبقي أستاذة في الغريبة. كل اللي هيدوقها عندك هيقولك قولي بصراحة اعترفي جايباها منين. تعالوا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. اول حاجة زي كل سنة عندنا مثلث الرعب. قاعدة المثلث 4 كوبايات دقيق بمج الشاي، نص الدقيق يبقى كوبايتين سمنة ساقعة في التلاجة، لازم احطها تسقع في التلاجة، نص السمنة كوباية سكر بودر، يبقى الخطة بتاعتنا 4-2-1. السمنة اللي استعملتها زي كل شغل العيد سمنة المازي، السمنة البلدي الفلاحي على أصولها. الترميلة بتاعتها جننتني بجد يا جماعة. سمنة المازي السنة دي هي فعلا تميمة النجاح لكل شغل العيد بتاعي، اللهم بارك عليها. وهسيب لكم اللينك اللي عايز يجيب سمنة تطلع شغل محترم، هي فعلا سمنة المازي. يبقى مثلث الرعب بتاعنا ده الأساسي بتاعنا. أول خطوة بقى في التحضير، السمنة تكون ساقعة، عاير مجين من السمنة واحطها في التلاجة تسقع. بعد كده هجيب السمنة الكوبايتين اضربهم لوحدهم الاول، واللهم بارك على السمنة ريحتها حتى باينة، مطلعه لي شوية غريبة يا جماعة زي العسل، الله اكبر عليها. فهناخد الكوبايتين لوحدهم الاول كده، وزي ما انتم شايفين نزلت السمنة كلها، اوعي فتفوتة تروح كده ولا كده لان ده مقدار مظبوط ظبطة السنين. وهفضل اضرب في السمنه لغايه ما لونها يفتح وتعلى معايا وتبقى هايشه كده. بعد كده هحط عليها كوبايه سكر بودره. لو نخلتيه السكر البودره لو طحنتيه في البيت لازم يتنخل، لازم. لو جايباه جاهز من بره عادي، لكن طحنتيه في البيت لازم يتنخل. بضربهم مع بعض بالشكل ده لغايه ما تنعم وتديني قوام عالي كده بالمنظر ده. بعد كده عندي الدقيق، هنزل الدقيق كله. انا عندي في المقدار القاعدة بتاعت المثلث بتاعي كانت 4 كوبايات، هنزل 3 كوبايات الاول وهنزل نص الرابعة بس اهو، وبسيب النص التاني بركنه على جنب، وافضل كده بالراحة خالص اخد ودي بصوابعي زي ما انتم شايفين فرك كده، يعني افركي العجينة ما تعجنيهاش. احنا شغل العيد بتاعنا كله ما فيهوش عجن، نوع عجن خالص، احنا مجرد بنلم العجينة بس او نقعد نفرك فيها كده بصوابعنا لغاية ما خليط السمنة والسكر يتشرب الدقيق كله. بصوا كده 3 كوبايات ونص، بس ايه لا طرية سايحة، فكده محتاجة نص كوباية كمان. واللهم بارك على العجينة، لما تحطي نص الكوباية هتلاقي العجينة بقت متماسكة، بس متماسكة ناعمة، حاجة كده تحت ايديكي، الله على جمالها. بصوا يا جماعة حتى لون العجينة بيقولك هي عاملة ازاي. افركيها كده بكفوف ايديكي كده بالراحة، ما بنعجنش، بقلب بجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان الدقيق كله يتشرب بالسمنة. خلاص كده العجينة وصلت لقوام هايل ما شاء الله عليها. تعالوا نختبرها، الاختبار ده مهم جدا. امسك حته واعملها اسخنها بين كفوف ايديا كده، وبعدين اعملها ادوس عليها بصباعي واشوف اهو. بصوا شققت تبقى محتاجه منك سمنه، سايحه تبقى محتاجه شويه دقيق. بس لو مشيتي على مقاديري دي بالظبط مثلث الرعب ده، والله بامر الله وبفضل الله يا رب ما هتحتاجي حاجه خالص. بصوا الغريبه تحسي انها ايه وهي نيه، هي غريبه زي العسل. بعد كده هاخد حته من العجينه واشيل بقيه العجينه دلوقتي كده اركنها شويه تريح، وهاخد حته من العجينه احط عليها معلقه كاكاو، ده كاكاو اسباني خام جايباه سايب من عند العطار، واحط يا دوبك نص معلقه سمنه برضو من سمنه المازي اللي استخدمتها للعجينه الاصليه، واقعد افرك فيها كده واقلبها لغايه ما تديني كده عجينه بالشوكولاته. ده شغل ست الحبايب زمان بقى، اللي ما كانش بيقدر يجيب مكسرات، اللي ما يقدرش يحط ملبس ولا الكلام ده في الغريبه، كانوا بيعملوا عجينه كده بالكاكاو كده صغنونه، وتاخد كده حتت صغننه
صغننه تعملها كده كانها شكل المكسرات، وتروح حاطه حته فوق الغريبه، فتديكي شكل كأن الغريبه مثلا ايه فيها شوكولاته، فيها اي نوع من انواع المكسرات. ده بقى شغل ايه امهاتنا بقى زمان يعني. فانا قلت النهارده احنا بنعمل غريبه على اصولها. الطبق ده كده لازم يتحط في التلاجة. انا هزين بالطبق ده، وكمان جبت من عند العطار الملبس الفضي ده برضو هحطه معاهم، الاتنين دول هزين بيهم. طبق لازم يتحط في التلاجة. دلوقتي بعد ما خرج من التلاجة الكرات دي جمدت، تروحي كل كوره مقطعاها بالسكينه، صغريها قوي. لما تقطعيها بالسكينه وهي خارجه من التلاجة سهل جدا بتتقسم معاكي بمنتهى السهوله. وكده خلاص دي جاهزه معايا للتزيين، والعجينه الاصليه بتاعتي كمان جاهزه معايا. ويلا بينا بقى نشكل احلى غريبه في الدنيا. هجيب الصاج ما بيدهنش حاجه، وامسك كده العجينه الفاتحه، بعملها كرات بمنتهى السهوله. لو عايزه الكرات كده تبقى مظبوطه قد بعضها بالميزان هتبقى 8 جرام. انا بعملها كده ايه يعني، عارفه اللي هو بعنايه كده، الواحد سنين بيعملها فخد على الشكل خلاص، وعرف ازاي يظبط الشكل. الصاج ده هاجي احط عليها العجينه الغامقه اللي عملتها اللي هي الصغنونه دي، مع الحب او الخرز ده، وهبططها شويه. الصاج التاني مش هبططها، يعني خدوا بالكم من فرق التشكيل. هنا دلوقتي انا هو عملت كرات كده كلها، بعد كده بحط بصوا العجينه الغامقه، وهروح حاطه فوقيها الملبس الفضي، واروح مديها تبطيطه بايدي كده شويه، بتدي شكل في منتهى الجمال. الصاج التاني هسيبها قبه كده لفوق زي ما هي، مش هضغط عليها. اهو بصوا هوريكم دلوقتي شكل الغريبة. المنظر ده بيدي شكل شيك قوي قوي قوي. لازم تدخل التلاجة 10 دقايق، وده سر خطير للغريبة. تدخل التلاجة 10 دقايق. اهو بصوا بططتها كده شوية، وبعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 5 دقايق بس. يا نهار ابيض يا شيفاله، 5 دقايق الغريبه هتستوي؟ ايوه هتستوي. اكتر من كده هتشقق منك، ودي مشكله بتشتكوا منها. ليه الغريبه بتشقق مني؟ ده انت كمان 4 دقايق 5 دقايق، ما يزيدوش عن 5 دقايق على درجه حراره 160. الفرن يكون هادي ما يكونش سخن، والصاج يدخل التلاجة قبلها 10 دقايق. دي كده اللي انا ما بططتهاش، ما دوستش عليها بصباعي، سبتها كده قبه لفوق، وحطيت عليها الملبس الفضه، بس الملبس الفضي ده هو بيجي من عند العطار، رخيص على فكرة مش غالي، بس بيدي شكل حلو. تقدري تحطي سوداني، تحطي واحدة زبيب، تحطي اي مكسرات براحتك يعني، بس انا بحب دايما الشكل ده. انا معروفة بيه قوي. بصوا بقى اللي بططتها شوية واخده نفس الحجم بالظبط، واللي سبتها عاليه لفوق واخده نفس الحجم بالظبط. والله ما زادت يعني تنتوفه كده عن ما دخلتها الفرن. الشرط ان الصاج نحطه في التلاجة 10 دقايق قبل ما تدخل الفرن. يا نهار ابيض على النعوميه دي، اللي يتغنى لها يتقال لها يا نعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه. شايفين النعوميه والجمال؟ والله يا بنت الناس الطيبين الغريبه دي تحفه. ولا ريحتها بقى وهي خارجه من الفرن جميله، جمال حاجه كده فوق الوصف، ناعمه جدا جدا وايه بس في حاجه مهمه جدا، اوعي تحركيها من الصاج اول ما تخرج من الفرن. لازم تسيبيها حوالي 10 دقايق بره تتماسك. حتى لو بعد 5 دقايق اللي قلتلك عليهم في الفرن طلعتيها لقيتيها طريه، سيبيها طريه. اول ما تشم الهواء بتنشف، بس بتنشف ناعمه. وكده رصيناها في الصينيه بالشكل ده، اللي بالشوكولاته والفاتحه، واللي عملتها بالملبس بس، واللي عملتها على طريقه ست الحبايب، واللي اديتها كده زقه بصباعي كده لتحت، واللي سبتها عاليه زي ما هي. شكلي زي ما انت عايزه، طلعي الفنان اللي جواكي في العيد، طلعي بصي كل الاشكال اللي تيجي في دماغك طلعيها. شوفوا شكل الصينيه عامل ازاي، والغريبه دايبه دوب يا جماعه، هتعجبكم جدا. المقادير بسيطه جدا جدا. يلا قوموا اعملوها على طول، وكل سنه وانتم طيبين.